نصيحة للسارق: لا تتعلم آية في القرآن، لأنك الآن هذا بالذات هذا العمل الشيطاني لا تتعلم. لماذا؟ لأنه فيه قرآن. وإذا قلت للقاضي آية من القرآن، قضاة هذا الزمن، قضاة مرجعيات السب الفاحش، قضاة الرشوة، قضاة التسيس والرذيلة والانحطاط والظلم والحيف على الناس، قضاة الشيطان وإبليس، مطايا إبليس، عندما تقرأ لهم القرآن سيقولون داعشي، سيقولون ناصبي، يقولون أنت داعشي، أنت ناصبي. فتبتلي بهذه القضية. احفظ شيء آخر، تعلم طريق الشيطان، لكن استعمل أعمال أخرى ليست فيها قرآن، ليست فيها آيات. فليتعلم السراق ويحفظ بعض تلك الأعمال كي يذكرها للقاضي فيفلت من العقاب، أو علينا إذا لا نرضى إما هذا الطريق نعلم هذا الطريق، عندنا قاضي من هذه الطائفة وقاضي من تلك الطائفة، والكلام الآن غير محصور بمن يريد أن يفلت من هذا القاضي أو من هذه الجهة التي تنتمي إلى هذه الطائفة، هذا يشمل كل القضاة. أنا أتحدث، قلنا كربلاء وجريمة كربلاء ومجزرة كربلاء تكشف كل الجرائم التي وقعت في كل المحافظات، في الرمادي، في ديالى، في بغداد، في عزام بغداد، في صلاح الدين، في كركوك، في الموصل، وفي المناطق الشمالية الأخرى. كل الجرائم التي وقعت على أيدي التكفيريين من هذه الطائفة أو من تلك الطائفة، من هذه القومية أو من تلك القومية.